السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الطاجين بالكفته والبطاطا فريت اللي كيجي لذيذ بزاف في المذاق، غادي ينفعكم بزاف في هذا الصيف. بلا ما نطول عليكم ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. خديت هنايا كميه ديال الكفته، نتوما تقدروا ديروا الكميه اللي بغيتو. غادي نزيد عليها بيضه، غادي نزيد عليها بصله اللي كتكون متوسطه الحجم اللي قطعتها طريفات صغار، وغادي نزيد عليهم معلقه كبيره عامره مزيان ديال لا شابلور. غادي نضيف الملحه تقريبا معلقه صغيره ما عمراش، وغادي نضيف نص معلقه صغيره ديال البزار، وغادي نضيف معلقه صغيره عامره مزيان ديال التحميره، وغادي نضيف نص معلقه كبيره ديال الكمون، وغادي نضيف كميه ديال القزبر والمعدنوس. صافي غادي نحرك كلشي مزيان ونخليها على جنب. غادي ناخذ الطاجين، غادي ندير فيه تقريبا ربع كاس ديال الزيت العادي. الا ما بغيتوش ديروا الزيت العادي تقدروا ديروا زيت الزيتون. خديت هذيك الكفته اللي قديت معكم في الاول وغادي نديرها كويرات. صافي غادي نخلي الكفته حتى كتقلى مزيان، وغادي نعاود نقلبها للجهه الاخرى حتى كتقلى ليا من جويه بجوج، ومن بعد غادي نحيدها ونديرها في واحد الطبسيل ونخليها على جنب. غادي ناخذ نفس الزيت اللي قليت فيها الكفته، غادي ندير فيها بصله متوسطه الحجم اللي طحنتها غير في الهاشوار. غادي نخليها حتى كتشحر مزيان مع ديك الزيت. من بعد ما تشحرات ليا البصله غادي نضيف عليها جوج مطيشات اللي قشرتهم وطحنتهم حتى هما غير في الهاشوار. من بعد ما تشحرات ليا مطيشه والبصله غادي نبدا نضيف التوابل. اول حاجه درت هي الملحه، غادي نضيف معلقه صغيره عامره مزيان ديال التحميره، غادي نضيف نص معلقه صغيره ديال البزار، وغادي نضيف معلقه صغيره ما عمراش ديال الكمون، وغادي نضيف كميه ديال القزبر والمعدنوس. صافي وغادي نحرك كلشي مزيان وغادي نغطي عليهم حتى كتشحروا ليا مزيان، وغادي نرجع باش نكمل معكم باقي المراحل. من بعد ما تشحروا ليا مزيان غادي نضيف عليهم بطاطا مقليه، تقدروا نتوما تقطعوها بالشكل اللي بغيتو. وغادي نستف فوق منها الكفته اللي شحرنا في الاول. وغادي ندير عليهم البيض من الفوق. وغادي نغطيه ونخليه حتى يكمل الطياب ديالو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين اللي شاركت معكم اليوم. صراحه كيجي لذيذ بزاف والمريقه ديالو كتجي خاطره. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تخليوا لي لي جيم ديالكم والتعاليق ديالكم، ونخليكم ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله مع وصفات جديده. شكرا لكم على المتابعه، الى اللقاء.